السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خير ما نبدأ به صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم ارحم أمي وأمهات المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. لو أول مرة تشوفي القناة بتاعتي يا ريت تعملي لايك واشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. دعمكم بيفرحني جدا، ربنا يصلح حالكم اللهم آمين ويجازيكم كل خير. موضوع حلقتنا النهاردة: فجأة واحنا في الجنة هنلاقي ملائكة بتنادي في طرقات الجنة: يا أهل الجنة إن الله يستزيركم، يعني طلب منكم تزوروه، فحي على زيارة الرحمن. تخيل ربنا جل جلاله يدعونا لزيارته. يحكي لنا حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم إننا ساعتها هنخرج ونلاقي قدام قصورنا حاجة اسمها النجائب. النجائب دي هي ركوبة ربنا خلقها مخصوص عشان يركبها أهل الجنة وهم رايحين يزوروا الله عز وجل. فتركب النجائب ونوصل للوادي اللي هنزور فيه رب العزة، وفجأة هنسمع صوت عذب ينادي: يا أهل الجنة سلام عليكم. فنرد كلنا إن شاء الله: اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم آمين. في نفس اللحظة وقلبنا طاير من الفرحة ونقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيقول الله عز وجل: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فنقول: اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم آمين. فنقول له: يا رب وكيف لا نرضى وقد غفرت ذنوبنا وأدخلتنا الجنة؟ فيقول الله عز وجل: يا أهل الجنة اسألوني ما شئتم. فنقول له: يا رب ارضى عنا. فيقول: يا أهل الجنة لو لم أرضى عنكم لما أدخلتكم جنتي، فاسألوني شيئا آخر. ربنا بيقول لنا اسألوا حاجة تانية. فنجتمع على كلمة واحدة: يا رب أرنا وجهك ننظر إليك، طالبين النظر لوجه الله الكريم. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا: انتوا يا أهل الجنة لو لم أرضى عنكم لما أدخلتكم جنتي فاسألوني شيئا آخر. فقالوا له: يا رب أرنا وجهك ننظر إليك. فيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: فتكشف الحجب فما أعطوا لذة أحب إليهم من النظر إلى وجهك الله الكريم، إلى وجه الله الكريم. كنا دايما في الدنيا لما بنشوف حاجة جميلة قوي بنقول الله، بس يومها هتبقى أول مرة نقولها بجد كلمة الله، هنقولها من قلوبنا ومن شدة سعادتنا تفضل وجوهنا ناظرة مستبشرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فاللهم ارزقنا هذه اللحظة ولا تحرمنا لذة النظر لوجهك الكريم اللهم آمين يا رب العالمين. واجعلنا من أهل الجنة، أهل الجنة اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله.